يا مساء النور على أجمل نجوم ومتابعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناة حكاية نجمة القصص الكاملة. معاكم بسملة صالح. يا نجوم يا حلوين، عارفة انكم دايما بتعيشوا معايا في كل لحظة في القصص، بتزعلوا على الأبطال وبتفرحوا لحظة انتصارهم. وعشان عارفة انكم أقوى جمهور، عملت لكم قناة خاصة على الواتساب، وده انطلب مني كتير قوي وقلت لكم حاضر. القناة دي بقى مش مجرد إشعار عن القصص اللي هتنزل، لأ، ده المكان اللي هسألكم فيه وهاخد رأيكم عن كل تفصيلة في القصة. وهل لو كنتوا بمكان البطلة كنت هتتصرفوا ازاي؟ يعني هتشاركوني رأيكم وهنبقى عيلة واحدة. يعني هنقوي عيلة نجمة وهنكون عيلة واحدة جوه الحكاية. هنتكلم فيها عن القصص ونشارك آرائكم في الأحداث، وهنتكلم كمان عن حاجات تهمكم في حياتكم اليومية وإزاي ناخد القرار الصحيح. يعني ببساطة يا عزيزي، القناة دي هتجمع بين المتعة والإفادة، هتلاقي قصص تلمس قلوبكم ونصايح تساعدكم في الواقع. قررت أقرب المسافات من خلال إن القناة دي هتكون بيتنا الصغير اللي هنتكلم فيه عن كل التفاصيل اللي مش بقولها في الفيديوهات، وهنلاقي تشويقات للقصص وأسئلة ومسابقات ومواعيد نزول القصص. هندردش شوية كده ونضحك مع بعض ونستنى الجديد. يلا مستنيين ايه؟ روحوا انضموا لقناتنا على الواتساب، اسمها قناة عيلة نجمة، وعرفوا أصحابكم بيها. وعايزين بقى نكبر عيلة نجمة أكتر وأكتر. كمل القعدة معانا وخلي العيلة تكبر بيك، ومكانك دايما محفوظ بين قلوب بتحبك بجد. هسيب لكم رابط القناة في أول تعليق مثبت. مستنياكم تنوروني هناك يا أحلى عيلة في حياتي، عيلة نجمة الجميلة. وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت، وجاية لكم بقصة جميلة وممتعة جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدأ، فرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل قصة جديدة بنقدمها. ويلا بينا نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونستغفر ربنا ونشوف قصتنا بتقول ايه النهارده. في كافيه ما بنين بحزن. انت برضو مصمم تسافر وتسيبني يا كريم؟ معقولة اهون عليك؟ كريم بحنان غصب عني علشان ارجع معايا قرشين يملوا عين اهلك ويوافقوا عليا. بنين بدموع، يعني هتقعد سنتين بعيد عني؟ ازاي مش هقدر اشوفك الفترة دي كلها؟ كريم بحزن، عارفة لو بايدي اقسم بالله كنت هاخدك معايا، بس صدقيني للأسف مش هينفع. خلاص يا حبيبي، المهم تكون كويس وترجع لي مرة تانية ان شاء الله. يا حبيبتي هرجع علشانك. عاوزك تعرفي انك انت الوحيدة اللي مصبراني على الدنيا دي. وعد مني المرة دي هرجع بفلوس تخلي اهلك يوافقوا عليا ويعرفوا ان انا مش طمعان فيكي. اتمنى يكونوا فهم اني بعمل كل ده عشان انا شريكي. بصت له بحب. مر شهرين على سفر كريم وفي ظل بنين بخوف. ما بيردش يا سهى، بقالي يومين مش عارفة اوصل له. انا بكلمكيش يا بنين، ما توجهيش ليا كلام. انا جيتلك عشان خاطر حسيت انك عاوزاني. مش وقته يا سهى، انا كلمتك لانك اقرب صاحبه ليا ومحتاجالك. وفين الصحوبيه دي؟ انك تتجوزي كريم عرفي من غير ما تقوليلي ولا تساليني؟ كنتي عاوزاني اعمل ايه يعني؟ بقاله شهور بيتقدم واهلي رافضينه وبيعافر علشاني، اعمل ايه؟ رد عليا. وانا بحبه وهو بيحبني، بس ما توصلش لدرجه انك تتجوزيه عرفي. ما كانش في اي حل تاني. هموت واطمن عليه، وهو لما يرجع قال لي هيكتب عليها قدام الكل. انا بثق فيه اكتر من نفسي. بتثقي ايه؟ ازاي واحد اصلا هيأمن لبنت اتجوزته عرفي؟ فوقي لنفسك، هو خلاص مش هيرجع تاني. لا هيرجع، مستحيل يعمل فيا كده. انتي ما تعرفوش وما تعرفيش حاجة والله. اوعى يكون اللي في بالي يا بنين هترد، لكن تليفونها رن برقم، وده كان رقم كريم. ردت بلهفة. الو. ايوه يا كريم، ما بتردش ليه؟ حلقتني عليك يا حبيبي، كل ده غياب عن حبيبتك. بنين، انا انا اسف. انا بحبك قوي. كان نفسي ربنا يجمعنا في بيت واحد، بس انا عمري ما حبيت قدك. كان نفسي تكوني من نصيبي. انا عايش في الدنيا بس عشانك. انا اتغربت علشان تكوني ليا. انا بحبك، سامحيني.
مالك يا كريم؟ انت بتقول ايه؟ ماله صوتك؟ لكن مفيش رد. الو، الو، كريم رد عليا، لو ده مقلب منك والله ما هسامحك. الو كريم. صوت بنت ردت، الو انت مراته؟ انت مين؟ وجوزي فين؟ البقاء لله، هو جالنا في حادثة أول امبارح بالليل، كان بيطلع في الروح وطلب إني أكلمك لآخر مرة، وللأسف هو مات وهو ماسك صورته بين إيدك. مين؟ انت بتقولي ايه؟ اديني جوزي اكلمه يا بتاع انتي. جوزي فين؟ هو وعدني ان هيرجع اديهولي، لو سمحت بوس ايدك اديهوني. شد حيلك، احنا ما نعرفش اهله هنا، وللاسف هندفنه في مقابر الصدقة اللي هي هنا. على فكرة كان بيحبك قوي، ما كانش بينطق غير اسمك. مين؟ مين اللي مات؟ معلش، قوليلي فين كريم ارجوك، المقلب بايخ قوي. ووقع منها التليفون وهي بتقول بهستيريا، مات؟ حب عمري سابني ومشي خلاص. دي كدبة، والله كدبة. مات ازاي؟ هي ما تعرفش حكاية بنين وكريم انهم راحوا واحدة في جسمين، ازاي يموت؟ ازاي سهى بدموع على حالها، اهدي يا بنين اهدي عشان ما حدش يسمعك من اهلك. يسمعوا ايه؟ انا عاوز الدنيا دي كلها تسمعني. حبيبي مات مات وسابني، اتغرب علشاني ومات عشان يرجع يتجوزني، لكن ادفنه من غير ما اشوفه، من غير اهله، محدش هيمشي في جنازته، هرمه كأنه كلب. اه كريم ارجعلي، يا رب اكون بحلم واصحى. كريم ارجوكي قوليلي اني بحلم. بيدخل راجل كبير وكمان مراته وهما مستغربين، عاوزين باستغراب وخوف في بنين. مالك بتصوتي ليه؟ بنين بانهيار، كريم مات في الغربة، مات وانا مش جنبه، مات بسببي، انا اللي خلصت عليه، انا اللي عملت كده، انا السبب، يا ريته ما عرفني. كريم ادعي له يا بنتي بالرحمة. رحمة مين؟ رحمة؟ ده كان هيموت ويتجوزني، انت ليه ما رحمتهوش؟ انت دوست على رقبته، انت ليه ما كانش عندك رحمة وجوزتنا لبعض بدل ما كل ده يحصل؟ انا بكرهك، هاتولي كريم حرام عليكم. وقعت فاقدة وعيها، كلهم جريوا عليها. وبعد شوية عاصم بحدة، بسرعة الدكتورة بنت مالها. وبعد شوية جت الدكتورة وهي بتكشف عليها، قالت الدكتورة هدوء بس يا أستاذ، الضغط واطي جدا، محتاجة ترتاح وتتغذى كويس. هو ايه اللي حصل؟ ردت سناء مامتها، جالها انهيار عصبي من الصدمة. الدكتورة بتسحب سماعة الفحص وهي بتقول الصدمة دي مش مشكلة دلوقتي، في حاجة أهم من كل ده. ايه هي؟ اتكلمي يا دكتورة عادل. المدام حامل، وفي نهاية الشهر التاني تقريبا. عاصم وسناء اتحولوا لتماثيل، وسهى شدت ايديها وهي كانت ماسكة ايد بنين وبصت للدكتورة بصدمة. حامل؟ ازاي بنتي حامل ازاي ومش متجوزة؟ انت بتقولي ايه يا دكتورة؟ اكيد انت اتهبلتي. انا اسفة بس ده وضع خاص، لكن دلوقتي لازم تعرفوا اي انهيار تاني الحمل هيكون في خطر كبير جدا، وما ينفعش تتعرض لاي ضغط نفسي او عصبي. طبعا انتوا فاهمين عليا. سهى قربت من الدكتورة بسرعة وسحبتها من ايديها. سهى بهمس، شكرا يا دكتورة، تقدري تتفضلي دلوقتي، اسفين قوي تعبناكي معانا. وسهى اخدت الدكتورة وخرجتها بره، وعاصم بيقرب من بنين بغضب، انت حامل؟ ازاي يا بنين؟ مات، كريم مات يا بابا. ملوش دعوة بالموت، ازاي حامل؟ من مين اللي عمل فيكي كده؟ ايه الفضيحة دي؟ انت ازاي تعملي فينا كده؟ مين ابوه؟ بنين بصوت مكسور، من كريم يا بابا اللي انت رفضته. انا انا اتجوزت عرفي علشان انت رفضته. جواز عرفي عشان تجيب لنا العار؟ كل ده عشان تدوسي على اسمي وسمعتي؟ مين اللي رباكي على القرف ده؟ مين؟ انت اللي ربتني، انت اللي موتته، انت السبب. لو كنت رحمته، لو كنت شفت راجل بجد وما كنتش قلت منه علشان خاطر الفلوس وكنت وافقت عليه، ما كانش ده حصل. انت شفته طماع مع انه ملوش ذنب ان هو فقير وكان بيعافر علشان ياخدني، كان عايز يرجع لكم بفلوس، قال لي هسافر واشتغل عشان املى عن اهلك بالفلوس. خراسي، انت ازاي تعملي في نفسك كده وفينا كده؟ اعمل فيكي ايه؟ اسكت، انت اللي خلتني اعمل كده، انا بكرهك وعمري ما اسامحك على كده. دم كريم في رقبتك، هو مات عشان يجيب فلوس. كف قوي نزل على وشها، يا رخيصة، بقيتي طالعانا بفضيحة عشان الوسخ ده، نهايتك على ايدي. نهاية ايه؟ انا خلاص نهايتي انكتبت لما كريم راح. طيب
من النهاردة أنا ما عنديش بنت اسمها بنين. شهقت سناء. عاصم تابع كلامه. بنين دي ماتت من اللحظة اللي قررت فيها تجيب العار لأهلها. أنا ما عنديش غير خالد ابني اللي مسافر. وبص البنين بقرف. أنا متبري منك ليوم الدين. لم هدومك واطلعي برا بيتي. بابا أرجوك اسمعني وعد نفسك مكاني، ما كانش في حل تاني. خراسي وما تنطقيش اسمي. أنا ما بقاش ليا بنات. اطلعي برا. لو فضلت دقيقة واحدة هنا قسما بالله أعمل اللي ما يرضيش ربنا. عاصم طلع بسرعة جنونية ورزع الباب وراه، وسناء فضلت واقفة. ليه يا بنتي؟ ليه تعملي كده؟ عملنا لك ايه عشان تعملي فينا كده؟ كل اللي طالبه ابوكي كان هيشوف لك كام شهر ويجوزك، يشوف راجل يشيل مسؤوليتك انتي. ازاي تعملي كده؟ ازاي تتجوزي عرف وتكسرينا؟ دي مش حب، دي فضيحة ومصيبة. دي ما كانتش مصيبة، انا كنت مع روحي. الانسان الوحيد اللي حبيته بطريقة جنونية. كان بيعافر عشاني، كان بيكتب لك كل يوم انه هو هيرجع عشان يملى عين اهلك. ما كانش فرق معاه حاجة. مات عشان بس يرجع لكم ويملى عينكم بالفلوس. ما كانش في حل غير ان اكون مراته عشان نهرب من الفقر اللي انتوا وريتوه له وعيرتوا بيه، عشان نهرب من ظلم ابويا اللي حكم عليه بالاعدام، عشان جيبه فاضي وزي ما قلتوا اتجوزنا عارفين. بس هو سافر وقال لي هرجع علشانك ووعدني، بس مات وتخلى عني. مفيش اي حاجه تبرر الجواز العرفي ولا حملك ده. مفيش حب يخلي البنت تتخلى عن سمعتها واهلها مهما كان اللي حصل. الغلطه دي كبيره قوي وانا مش مسامحاكي. وقامت سناء وسابت بنين حست ان الارض اتشقت وبلعتها. قامت وهي مش حاسه بجسمها، سحبت نفسها ببطء وهي خارجه من حياه كانت فيها اميره، عشان حياتها تتحول 180 درجة. وسابت البيت، بتخرج من باب الفيلا ومعاها شنطة سفر صغيرة في ايديها، بتبص وراها بنظرة كلها حزن وكسرة. بنين في نفسها خلاص كله انتهى، مفيش رجوع. بتلاقي سهى واقفة ومستنياها عند البوابة. سهى بحزن. اللي توقعته لقيته يا بنين، اركبي. ليه ما فضلتش جوه يا سهى؟ عشان ابوكي لو شافني مش هيعديها سليمة. ما كنتش هعرف اساعدك ساعتها. يلا بيتي هو بيتك من اللحظة دي. ركبت بنين معاها من غير كلام. وسهى بتسوق. انا مش هسيبك ابدا، فاهمة؟ انتي مش صاحبتي، انت اختي اللي ما جابتهاش امي. هنشوف هنعمل ايه في المصيبة دي. بنين بصت للطريق بصوت متخدر. وجوزك مش هيتضايق من وجودي؟ انا دلوقتي حامل ودي فضيحة. لا، جوزي راجل جدع بيعتبرك اخته بالظبط. انسي دلوقتي، ارتاحي لحد ما نوصل وفكري في نفسك. بنين بصت بحزن. وبعد شوية في شقة سهى برفقة. يلا خديلك حمام سخن ونامي، والصبح ان شاء الله ربنا يحلها. هجيبلك دواء يهديكي. سيبيني لوحدي دلوقتي ارجوكي. ميلت وبصت راسها وهي بتطبطب عليها. طيب انا بره، لو احتجت اي حاجة نادي عليا بس. سهى خرجت وقفلت الباب بهدوء، وبنين فضلت واقفة في الأوضة. كانت أوضة نظيفة ومترتبة عكس الفوضى اللي جواها. وبعد ثواني رمت شنطة السفر على الأرض. مات؟ خلاص مات؟ مفيش كريم تاني؟ هو كان هيرجع وهيوفي بوعده. ازاي ما وفاش بوعده؟ قال انه هيرجع عشاني. دلوقتي ايه؟ مين اللي رجع؟ مفيش حد، ما بقاش في غير انا وانت يا حبيبي. قالت كده وبتمسك بطنها. ده حتى مني ومنه. ليه سابني؟ ليه اتخلى عننا؟ اتغرب عشان نفوس مريضة بتحكم على الإنسان من فلوسه. أنا آسفة يا حبيبي على كل الوجع اللي هنعيشه أنا وإنت سوا. وقعت على الأرض وهي بتضم رجلها لصدرها وبتقول راح خلاص كده، خلاص مبقاش موجود مرة تانية. وغنت وهي بتقول. وبعد لما خلصت الأغنية نامت بنين على الأرض بتعب ووسط دموعها. وبعد مرور 7 شهور في المستشفى كانت سهى واقفة جنب جوزها وماسكة ايد بنين بتعب وألم. لو ما خرجتش ابني أمانة في رقبتك يا سهى. ولو ربنا ما كرمكيش بأولاد خدي ابني واكتبي باسمكم، ادوله اسم عيلة ربوه. انا متأكدة انك هتربيه احسن ما انا كنت هربيه. انت هتخرجوا وتربي يا بنين، هتربيه احسن من اي حد. ابني امانة في رقبتكم. سموه صاي كريم كان نفسه نجيب صاي ومليكة. ما تقوليش كده، انت اللي هتربي ابنك. شد حيلك كده يا بنين. الدكتور أخدت بنين دخلت العمليات، وسهى حضنت حسن بدموع وخوف إنها ممكن ما تخرجش. حسن بحزن.
اهدي تفائلي خير، ادعي لها يا سهى، دي اكتر واحدة تمنت موتها عشان تروح لحبيبها. سهى نهارت، وبالليل سهى بتكون قاعدة وشايلة قصي ودموعها نازلة بصمت. انا عرفت اهلها وقالوا انهم مش عاوزين الطفل، ولا هم يعرفوا حد بالاسم ده ولا يعرفوا بنين. وخالد كتر خيره انهار وجا دفنها معايا، وكان عاوز يجي ياخد ابن اخته، بس ابوه منعه وقاله لو عمل كده هيكون مات بالنسبة له، وساعتها ما قدرش ياخد ابن اخته. احنا هناخده، ومش بس هيكون ابن صاحبتي، لا هيكون ابني، انا عمري ما هتخلى عنه، فاهم؟ حسن بصلها بحزن وبيهز راسه. مر 26 سنة، كان قصي سايق عربيته بملل، وفجأة فرمل العربية في نص الطريق وبنته بتقف قدامه. انت مجنونة؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عاوزة تموتي؟ سلمى بصت له بهدوء. قصي بيقرب منها بصوت عالي. الحركات الغبية دي واقفة في نص الطريق السريع، دي حركات ايه؟ حركات عشان توقع الشباب الأغنياء. فوق يا بت. سلمى بسخرية. ايه العبط ده؟ حركات ايه اللي وقع بيها الشباب؟ وبصت لتحت. انا كنت بنقذ بورصة. بورس ايه وزفتيه على دماغك؟ انت بتهزري؟ انت كنت هتعملي حادثة موت عشان حتة بورس. حركت ايدها ناحية الارض. بورس كان راجع لأهله وخطيبته. انت شايف انه كان يستاهل يموت عشان سيادتك مش مركز في الطريق؟ قصي حط ايده على وشه بغيظ. انت مش طبيعية باين عليكي، غوري من وشي قبل ما اطلب لك البوليس يا مجنونة انت. انت وامك واهلك كلهم اللي مجانين، واكيد عندك خاله هبل زيك. ازاي تتجرأي وتقولي كده؟ انت ما تعرفيش انا مين؟ جحش المعلمين، ولا يهمني اعرف انت مين، وانت كمان ما تعرفش انا مين. اوه، يا ترى هتكوني مين يعني؟ بنت الباشا اللي بتنقذ البورس؟ بتمد ايديها وبتقول هاي ازيك، انا اسمي سلمى عاصم العزايزي. ما حصلناش الشرف يا اخت، غرقتك القرف. ركب عربيته ومشي وداس على البورس. خلصت عليه؟ طب والله ما انا هسيبك. فين الاسكوتر بتاعي؟ ايه ده؟ انا نسيته، انا جاي في تاكسي صحيح. تاكس، استنى. وبعد شوية قصي وصل شركته ونزل من العربية بهدوء، بيحاول ينسى المجنونة بتاعة البورس. بيقفل العربية بتاعته، لكن فجأة طوبة جت في الإزاز. ايه ده؟ مين الحيوان اللي عمل كده؟ شاف نفس المجنونة واقفة بعيد وعيونها بتطلع غيظ. ايه القرف اللي عملتيه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت اتجننت رسمي، انا مش هرحمك. ده حق البورصة يا مغرور يا بارد يا عديم الإنسانية. انت مفكر ان ملوش حد ياخد حقه؟ انت ازاي تخلص عليه وماشي كده بعربيتك وضميرك مش مأنبك؟ انت خدت جزائك. جزاء ايه؟ جزاء ايه يا مجنونة؟ افرض الطوبة دي كانت خلصت عليا. دي مش طوبة عادية، دي الطوبة اللي انا سجلتها في شرطة الابراج. انا هكلمهم دلوقتي يجي ياخدوك. وقف مكانه وضرب ايده في الهوا. شرطة الابراج؟ انت مجنونة رسمي. يا امن، حد يجي هنا. وشاور على سلمى. هاتوا البوليس فورا، البنت دي محتاجة مصحة عقلية. مصحة عقلية؟ ده انت اللي محتاجها. انا سلمى عاصم واعرف ازاي اخد حقي اللي انت دوست عليه. وطلعت تجري بسرعة. قصي بص على العربية وبعدين بص على سلمى وهي بتختفي. غبية وهربانة من السرايا، جاتك القرف في شكلك، انا ناقص مصايب على الصبح. دخل الشركة وراح مكتبه، لقى حسن قاعد متعصب. بابا، اللي جابك بدري؟ وشك ماله كده؟ انا اللي المفروض اسألك، الصوت ازاي اللي سمعته ده؟ اللي حصل بره؟ قصي راح عند الكرسي وهو بيحكي له بغيظ. مفيش داعي تعرف عشان ما تقولش ابن اتجنن. قابلت بنت مجنونة هربانة من السرايا الصفراء، كل همها تنقذ بورس، جت كسرت لي العربية بطوبة. دي مش بنت، دي كارثة. واضح انها كيوت خالص. كيوت ايه يا بابا؟ ده عايزة تتقيد، سيبك منها. قصي اتعدل. اسمعني، انا عندي اجتماع مهم جدا النهاردة مع شركة العز عشان مناقصة المشروع الجديد. حسن بصدمة. انت قلت شركة ايه يا قصي؟ شركة العز يا بابا، اللي كان ماسكها عاصم العزايزي ودلوقتي ابنه بعد موته. وبصراحة دي فرصة كبيرة. لا، الاجتماع ده يتلغي، الشغل معاهم هيتوقف. ليه يا بابا؟ دي شركة ضخمة جدا وهتودينا في حتة تانية. ايه اللي مش مريح في كده؟ انا مش مرتاح. الغي العقد بسرعة. انا اسف يا بابا، بس دي خطوة كويسة للشركة ومفيش اي سبب منطقي يخلينا الغيها. ولبس الجاكيت وبص في الساعة. لازم امشي دلوقت. وخرج من المكتب وساب بابا مكانه مصدوم. حسن فضل قاعد لوحده وبص ناحية تيفو وهو كان سرحان قوي. ايه اللي هيوديهم ناحيتهم؟ 26 سنة بنحميك منهم، هتروح برجلك. وعند قصي جاله تليفون. الو، ايوه يا استاذ خالد. اهلا يا قصي بيه، انا خالد العزايزي. انا حابب الغي قصة الاجتماعات الرسمية دي. ايه رايك تيجي تتغدى معانا في الفيلا عشان نتكلم عن المشروع براحتنا؟ فكرة ممتازة يا استاذ خالد، يشرفني جدا والله.
تمام، مستنيك، هبعتلك اللوكيشن وأنا مش هتأخر عن حضرتك. وبعد شوية في فيلة عز، قصي دخل الفيلا وخالد استقبله بابتسامة واسعة. خالد مد ايده: اهلا يا قصي بيه، شرفتنا والله. والله الفيلا نورت بوجود حضرتك. قصي بجدية: الشرف ليا يا استاذ خالد، ومنورة بيك. خالد بابتسامة: اتفضل، ماما موجودة، حابب اعرفك عليها. جت سناء اللي بقت عجوزة وباين عليها الحزن الشديد. خالد بفخر: ماما، ده قصي بيه من أكبر رجال الأعمال في السوق دلوقتي، اللي اتفقنا معاه على مشروع العاصمة. سناء بصت لقصي ونظرت في عيونه، بس بصتها ليه اتحولت لصدمة. سناء في نفسها: ازاي شبهها أوي كده، نفس العيون، نفس الوقفة، مش معقول. قربت من قصي ببطء ومدت ايديها بتلقائية، لمست على خد قصي بلمسة أمومة وحنين. خالد باستغراب: ماما، بتعملي ايه يا حبيبتي؟ قصي وخالد بصوا لبعض باستغراب، وسناء سحبت ايديها، عيونها مليانة حزن. اهلا يا ابني، شرفتنا. اهلا بيك يا هانم، ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، نورت الفيلا. سناء بتعب مفاجئ: اه. خالد وقصي بسرعة سندوها: مالك يا ماما؟ ايه يا هانم مالك؟ الاتنين سندوها. انا اسف جدا يا قصي بيه، بس ماما تعبانه شويه. تعالي يا ماما اوصلك الاوضه ترتاحي. الف سلامه عليك يا هانم، يا ريت ترتاحي وانا هستناكم هنا. خالد سند مامته ومشيوا بسرعه وهي عينيها على قصي. قصي قاعد وبيحاول يفكر في سبب ايه اللي يخلي سناء تعبانه كده، نظرتها الغريبه. لكن الشغل كان مسيطر عليه. قطع تفكيره صوت ضحكة من الحديقة، قام عشان يشوف ايه الصوت ده. بص بذهول لقى سلمى وهي واقفة عند حمام السباحة بتتكلم في التليفون. قصي بصدمة وغضب لنفسه: إيه المجنونة دي؟ هي هنا برضو؟ الفيلا دي مسكونة ولا ايه؟ هي بتجري ورايا. قصي قرب بهدوء عايز يعرف إيه اللي جابها في الفيلا. وسلمى واقفة وبتتمشى بعصبية وبتتكلم في الموبايل: كسرتها له، يستاهل. كنت عايزة يعني اعمل له ايه؟ ده داس على البورصة، هو لعبة ولا ايه؟ لا، معرفش اسمه، وايه اللي هيخليني اعرف اسمه يعني؟ ده طور، هو ده بني ادم ده؟ فاكر نفسه نجم، وهو يدوب ما حصلوش اصلا. قصي من وراها: اسمه قصي حسن الحسيني. شهقته والتليفون وقع من ايديها. انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه؟ جاي اشوف صاحب البيت اللي انت فيه، لقيتك واقفة هنا. صاحب البيت؟ ارجوك ما تقولش لبابا، ارجوك ما تجيبش سيرة العربية. قصي رفع حاجبه بسخرية: بابا مين؟ تقصدي خالد بيه؟ انت بنت خالد بيه اللي واقفه لي في نص الطريق بتنقذ بورس وكسرت لي عربيتي؟ انت تبقي بنت اكبر رجل اعمال ازاي؟ بس صدفه حلوه قوي. ارجوك يا قصي، انا اسفه، ما كنتش اعرف انك ضيف بابا، هو هيتجنن ويتعصب عليا. طب بما انك عرفتي، علشان ما بوظش قصة قصي بيه، عندي شرط. ايه هو؟ انا موافقة على اي حاجة. تعتذري لي عن كل كلمة قلتيها، وعشان تعرفي من هو الطور اللي بتتكلمي عنه. وشاور على ايده ببطء: تبوسي ايدي. وشها احمر من الغضب: انا مستحيل اعمل كده، ابوس ايدك يا مغرور يا حيوان، انت مخك فيه ايه؟ خلاص، انت حرة، البسين عندكم شكله حلو. وزق سلمى وهي مسكت فيه بخضة، كانت هتقع. ما تسيبنيش بالله عليك. استرح في عيونها: مش وقت محن، اعدلني هقع. قصي فاق وسابها وقعت في المية. ايه ده؟ مفيش صرصار في البسين تنقذيه بالمرة؟ دوري كده يمكن تلاقي خطيب للبورس بتاعك. يا حيوان يا قليل الذوق، انا هوريك. قصي تجاهلها ورجع للصالون وقعد مكانه. خالد ساعتها دخل: اسف جدا يا قصي بعد التاخير، بس اعمل ايه، بس غصب عني. لا الف سلامة على الهانم يا استاذ خالد، مفيش مشكلة. طيب خلينا ندخل في الشغل. وخالد لسه هيبدأ الكلام، الباب اتفتح. سلمى دخلت وهدومها بتنقط مية وشعرها مبلول والغص بيطلع من عيونها. قام خالد من مكانه بصدمة: سلمى، ايه اللي حصل لك؟ مفيش حاجة يا بابا، ما تقلقش، ده كان دبور رخم بيجري ورايا عند البسين، حاولت اهرب قمت وقعت. دبور ايه بس يا حبيبتي؟ الف سلامة عليكي. طب اطلعي بسرعة غيري هدومك دي عشان ما تبرديش، وبما انك رايحة يا ريت تعملي واجب الضيافة وتجيبي كيك وشاي للضيف على ما الاكل يجهز. سلمى في نفسها: انا اجيب كيك للندن ده؟ وعلت صوتها: حاضر يا بابا. سلمى لفت عشان تطلع السلم، بصت لقصي بغيظ وهو طلع لها لسانه بسرعة وهي اتغاظت اكتر. خالد رجع وقعد يضحك: دي سلمى بنتي مجنونة شوية بس قلبها طيب قوي، واضح جدا يا استاذ خالد، واضح. وبعد شوية سلمى جت وهي معاها طبق الكيك بابتسامة صفرا: نورتنا، اتفضل يا قصي بيه. شكرا يا انسة سارة، قصدي سارة، كان اسمها ايه فكرني كده؟ اسمي سلمى.
سلمى يا أستاذ. حاطط الكيك قدامه. يا ريت تدوق الكيك يا قصي بيه، ده أنا عاملهولك بنفسي. طبعا هدوق، ده كفاية تعب الخدامة اللي عملته، ومش مهم اللي جابته. اتغاظت جدا وهو بدأ ياكل، وبعد دقيقة وش قصي اتغير. عن إذنكم أنا لازم أمشي حالا. في إيه يا قصي بمالك؟ ما قدرش يتكلم. مش عارف. قولي لو سمحت الحمام فين، مش هلحق أروح كده. خالد بيشاور بسرعة. آخر ما مرة يا ابني. جري بسرعة وسلمى قعدت تضحك. يستاهل يا نتن. يا رب يا رب بات عندك ما تطلع. خالد بص لبنته بصدمة. انت عملت ايه يا سلمى؟ حطيت له ملايم في الكيك عشان يقضي ليلته في الحمام، ده اقل واجب عشان كرامة البرص. خالد حط ايده على راسه برعب. ملايين؟ انت مجنونة، ازاي تعملي كده في الضيف؟ الراجل ده ممكن يعمل فينا ايه؟ ده مش مجرد اي رجل اعمال. سلمى بحدة وبتمسح دموع الضحك. اكيد اهبل يعني. مغرور، هيعمل ايه؟ هيخلينا غور من وشه. اهو الاهبل ده ظابط. ظابط يا سلمى. ايه ظابط؟ يعني ايه؟ يعني هيديني حبس ولا ايه؟ مش فاهم. هيخليكي تعفني فيه كمان. انت مش فاهمه انت عملت ايه. انا انا اسفه يا بابا. اكيد انت هتحميني صح؟ هتقوله دي بنتي ومجنونه وهتعاقبها انت صح؟ احميكي ايه؟ انا هروح اجيب لك عيش وحلاوه يا بنتي عشان ما تجوعيش في الحبس. وزعق بيقول انا ماليش دعوه بيكي اصلا. ودقايق وقصي خرج من الحمام بغضب، وسلمى وخالد الاتنين متجمدين. قصي بخطوات ثابته وبارده بص لسلمى. انت اللي عملت كده صح؟ انا ماليش دعوه ده بابا. قصي قرب من الطبق وسحب ببطء ومده ناحيتها. كلي، مش انت اللي عملتيه؟ يلا كلي. لا مش هاكل. مش هاكل يا اخويا، مش هاخد حاجه فيها ملين. بقولك كل الكيك ده يلا. قلت لك مستحيل اكله. قصي غمض عيونه بغيظ وطلع فرفره من جيبه وهو موجهه ناحيتها. ايه ده؟ هتخلص عليا؟ وبقولك ان الظابط ده ما ينفعش يتهزر معاه. كل الكيك. جسمها بدأ يرتعش وبصت على اللي في ايده وعلى الكيك وقررت ان الحياة احسن لها. مسكت الكيك وبدأت تاكله بسرعة وقعدت تكح لما الاكل وقف في زورها. خالد قمص دموعه وبيحاول يتدخل. قصي بيه ارجوك اسمعني. سلمى خلصت الكيك وبصت لقصي وهي بتعيط، وفجأة اتنطرت لفوق وهي بتقول يا لهوي الحمام فين يا لهوي، وطلعت تجري. ده على اساس يعني انك ضيفة؟ والله نسيت من ساعة ما اكلت الكيك. الزهايمر حضر. وسعوا لي كده وسعوا. قصي لف على خالد وهو لسه ماسك الفرفر. رجع قصي الفرفر مكانه. انا اسف يا استاذ خالد، طبيعة العمل بتخلي الواحد عصبي. ابقى ربي بنتك. انا اللي اسف يا قصي بيه على جنان بنتي، هي هبلة كده. قصي بص ناحية الحمام اللي دخلته. هبلة ايه؟ دي كارثة متنقلة، ارجو اني ما اشوفهاش تاني، والشغل هيتأجل ليوم تاني. وشكرا على الغدا. مد ايده وسلم على خالد ومشي. خالد في نفسه يا لهوي ده ظابط، يا ريتني ما قربت من شركة الفهد. وبالليل في فيلة حسن وسهى، قصي كان قاعد وسهى كانت جنبه بتبصله بحنان أمومي. أنا قلبي كان حاسس إنك جاي. ليه تعب صحتك يا حبيبي؟ أنا زي الفل يا ست الكل، شوية دوشة بس في الشغل. بس انتي عاملة ايه؟ أنا كويسة طول ما انت قدامي. ايه أخبار الشغل؟ كل حاجة ماشية تمام؟ قصي بيرجع للجدية. كله تمام بس في حاجة غريبة يعني. ايه هي؟ النهاردة بابا قال لي ألغي الشغل مع الشركة، وانتي كمان بتلفي وتدوري على كده. حسيت انك متوترة. ليه يا ماما؟ في انتوا وبابا مخبينه عني؟ ليه مش مرتاحين للشركة دي بالذات؟ سهى اتوترت بسرعة وحاولت انها تهدي ملامحها. بصي يا قصي، مفيش حاجة. انا بس مش مرتاحة، احساس كده جوايا. ومش انا لوحدي، حسن كمان قال نفس الكلام. يا ريت ما تكملش معاهم. بس ليه يا ماما؟ دي شركة ضخمة، مش فاهم ليه بتقولي انك مش مرتاحين من غير اي سبب كده يا حبيبي. انا ما كنتش عايزة المشاكل دي، كفاية علينا شركتنا. قصي قام وهو بيتكلم بجدية. مفيش مشاكل، دي نقلة ممتازة يا ماما، وانا مرتاح لخالد العزايزي، ودي فرصة عمري عشان ارفع اسم شركتنا، وانا مش هضيع الفرصة. قصي بصلها باطمئنان ممزوج بثقة، وسهى شافت الإصرار في عيونه وعرفت إنها لو ضغطت أكتر الشك هيكبر. خلاص يا حبيبي، طالما أنت مرتاح ومقتنع ربنا يكرمك وتكون نقلة خير عليك. وقالت في نفسها يا رب ما تكونش دي آخر نقلة عمره. حبيبتي يا ماما، ربنا يديمك ليا. سهى بتحاول تكون طبيعية. طب يلا عشان العشاء، انت أكيد جعان بعد المهزلة اللي عملتها فيك. لا أنا مش جعان، هنزل أتمشى شوية بالعربية. خد بالك من نفسك وخد الجاكيت، طيب الجو بقى ساقع قوي. بس راسها وخرج بيلف عشان يركب عربيته، ووقف فجأة لقى سلمى قاعدة على كابوتات العربية بتاعته وحاطة رجل على رجل وفي ايدها علبة عصير. انت ايه اللي جابك هنا وبتعملي ايه؟ ازاي وصلت لهنا؟
كنت مستنياك وتعبت. ايه كنت هبات في الحمام ولا ايه يا قصي بيه؟ كل ده بسبب الكيك بتاعك. الكيك بتاعنا برضو، انت اللي حفرت الحفرة ووقعت فيها يا أنسة سلمى. ولا نسيت من اللي حط الملايين لمين؟ انا عملت كده عشان انت زقتني في البسين، عشان انت مغرور ومفكر انك احسن واحد. رفع حاجبه وبيقول طب وعايزة ايه دلوقتي يا كارثة؟ تكسري لي العربية التانية ولا جاي تكملي عصيرك عندي؟ بترمي العلبة وهي بتقول عاوزاك تحترمني، عاوزاك تتكلم معايا بلطف بدل البرود اللي مالك ده. لطف؟ انا بتعامل باللطف مع البشر اللي بيعرفوا يتكلموا. طب بص بقى، مفيش وقت للطف دلوقتي، قوم معايا. اروح معاكي فين يا بت انت عاوزة توديني مستشفى المجانين؟ عيونها لمعت بحماس. سباق رس، انا في سباق دلوقتي وعاوزاك تكون موجود. سباق رس؟ انت جاي تعزميني على سباق بعد ما اكلتيني كيك مسموم؟ انا ظابط يا انسه، مش سواق تاكسي. بس انا عاوزاك تشوفني، عاوزاك تشوف سلمى بجد، مش الجنون بتاعي يعني. سلامتك من اي جنون؟ وساق عربيته ومشي وسابها. كصيف نفسه، غباء ايه اللي فيا ده اللي جابني هنا عشان اضيع وقتي؟ هبل بجد. وبعد ساعتين دخلوا هي معاه. يلا يا سمكة. ايوه سمكة سمكة، هاتي المركز الاول. قصي بص بسخرية. السمكة ده اسم الدلع؟ على كده بتعومي ولا بتغرقي في السباق؟ ولا جايبة معاكي بورصة عشان ينقذك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ كنت ماشي في الشارع ولقيت هبلة بتجري ورايا، قلت اشوف نهايتها ايه. انت تسكت خالص. احمد ربنا اني جيت معاكي اصلا بدل ما تكوني بتضيفي في البسين او في الحمام. خلاص شكرا يا قصي بيه، طالما جيتي يبقى تشجعني عشان لازم اكسب. اشجعك على ايه؟ على كسر العربيات ولا على تهريب الابراص؟ تجاهلته وركبت الرس وسط صفارة الانطلاق، وسلمى انطلقت كالصاروخ. كسيف نفسه بتسوق بمهارة فعلا بس متهورة. وفجأة صوت غريب طلع من الموتور. لا لا مش دلوقتي، ابوس ايدك انا هكسب اهو. سلمى فقدت السيطرة ودخلت في الحاجز. سلمى حاسبي. كسي بيجري ناحية مكان الحادثة بأقصى سرعة، والشباب اللي كانت بتشجع جريت على المكان، وقصي وصل قبل الكل وشالها. سلمى رد عليا. سلمى. لكنها فقدت الوعي. هزها بخوف وهو بيحاول ان هو يسمع نبضها. سلمى فوقي، سلمى انت كويسة؟ الشباب بيتجمعوا وبيشيلوها بسرعة وبيروحوا بها على المستشفى. قصي زعق وشالها وجري بيها ناحية عربيته. ايه ده؟ انا ليه خايف عليها كده؟ دي مجنونة. لا حاسس انها مش عايزة تروح مني. وركب بسرعة وراح ناحية أقرب مستشفى والخوف مرسوم على وشه. وبعد شوية في المستشفى سلمى فتحت عيونها ببطء بتحاول تستوعب إنها شافت قصي، ولقيته قاعد جنبها بعصبية خفيفة. أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ في المستشفى. ألف سلامة. طالما مش بتعرفي تسابقي، بتسابقي ليه؟ يا حربوق، عينك اللي جابتني. ده انت نحس. انا نحس؟ ده انا اللي شلتك من الحادثة وجبتك هنا. بس طبعا البنات مش فالحين غير في الردح والرد والنكد. ايه ده؟ ايه اللي بنات مش فالحين غير في الرد يا جاهل انت؟ البنات هم اساس كل حاجة، هم اللي بيعملوا الانجازات، هم اللي خلاص. ايه خد بتاع عصماء، هتتعبي كده. يلا الحمد لله نجت على قد كده. يلا عشان اوصلك. لا استنى مش دلوقتي. عايزة ايه؟ جعانة، ممكن تجيب لي كريب فراخ؟ كريب فراخ؟ انت خارجة من حادثة ازاي ده؟ يا قصي انا مريضة دلوقتي وعيانة، حرام عليك. الاكل الوحيد اللي هيخلينا فوق هو كريب الفراخ، ارجوك. قصي اتقفقف بصوت عالي. اوف يا صبر ايوب. طيب، وهز راسه بيأس. اوف هطلب لك كريب الفراخ ده. ولف ظهره عشان يطلب الأكل. سلمى استغلت الفرصة ونزلت من السرير عشان تمشي على رجليها. رجلي كانت هتقع، لكنه لف ولحقها بسرعة وشالها من ايده بحركة سريعة وقربها منه. اتكسفت جدا والحرارة طلعت من وشها. حست بدفء ايده. حاسبي انت لسه رجلك تعبانة. طب نزلني دلوقتي. لا هنروح العربية ترتاحي فيها شوية لحد ما يجي الكريب. بصيت له بحب وهو ابتسم واخدها العربية. وبعد شوية سلمى قاعدة جنبه ولسه بتتألم وفي ايدها الكريب. قصي مش قادرة، ايدي بتوجعني، اكل ازاي انا بقى يعني؟ يا نهار مفيش فايدة، هاتي. اخد الكريب منها وبدأ يأكلها هو بنفسه وهي بتبصله بصمت. وبعد ما خلصت الأكل، شكرا بجد، ده من سقى قلب دخل الجنة، ما بالك بقى انك أكلت سلمى. هيدخل جهنم. أنا أسفة على كل حاجة، على العربية وعلى الكيك وعلى الدبور. أنا فعلا طايشة شوية. كلمة شوية دي قليلة جدا. الطش والجنون ده طالع لمين؟ أبوك ولا أمك؟ لا ده ولا ده، بيقولوا طالع لعمته. عمتك مين دي؟ عمته بنين الله يرحمها.
هي اللي بيقولوا إني كنت شبهها في كل حاجة، التصرفات، الطيش، الجنون، بس هي كانت حنينة أوي وطيبة، وبيقولوا شبه الملايكة. الله يرحمها. طب يلا عشان أوصلك عشان مش تتأخري. ابتسمت وهو ساق ومشي. وعند سهى وحسن، حسن وسهى قاعدين في حالة قلق. حسن، أنا قلبي مش بيطمن خالص. إيه اللي يطمن بس يا سهى؟ الماضي رجع يخبط تاني. مش كفاية كان رفض الشغل معاهم، دلوقتي لقيته راح لهم بنفسه. لو عارف يا حسن، قصي لو عارف الحقيقة وإن خالد العزازي يبقى خاله، ساعتها مش عارفة هيحصل إيه، وإن دول أهله الحقيقيين. هي دي المصيبة والكارثة اللي إحنا كنا بنهرب منها طول السنين اللي فاتت. ده مش كلام يا سهى، ده لو عارف هيحس إن إحنا كدبنا عليه وإننا سرقنا هويته. هيتجنن، هيروح لهم وهيعرف إن أبوه مات بسبب الرفض والفقر، هيعرف إن أمه ماتت عشان ما اتجوزتش شرعي. السر هيموته يا حسن وهيكسره. حسن وقف قدامها وقال لازم نبعد، مفيش حل غير كده، لازم نطلع من البلد دي. قصدك نهرب؟ مش هروب، ده تأمين لمستقبل قصي. لازم نغير المكان ونبعد عن عيلة العز وعن أي حاجة تفكروا ببنين وكريم. لو عرف قصي هيضيع من إيدينا. وفجأة الباب اتفتح بقوة ووقف وعيونه بتطلع نار. تبعدوا ليه؟ ايه الحقيقة اللي هتضيعني لو عرفتها؟ حسن وسعاد اتصدموا وتصنموا مكانهم. قصي، انت جيت امتى؟ ما تكدبوش تاني. مين خالد ومن عيلة العزايزي؟ قولوا الحقيقة. انا ابن مين بالظبط؟ انا اسف يا ابني، اسف. انا مش عايز اي اسف، انا عايز اعرف الحقيقة. حسن اتنهد وقال انت مش ابني يا قصي، انت ابني اللي ربيته بس. خالد اللي انت قابلته ده يبقى خالك. عيلة العزايزي دول هم اهلك، وامك الحقيقية اسمها بنين توفت، الله يرحمها. بنين؟ مستحيل. يعني سناء تبقى جدتي؟ وبص لهم بصدمة ونزل جري. وعند خالد، سناء كانت قاعدة في حالة انهيار وبتعيط، وخالد جنبها بيحاول يهديها. يا ماما عشان خاطر اهدي، ايه اللي حصل لما شفتيه؟ ده ضيف. لا يا خالد، ده مش ضيف. انا شفت بنين فيه، بنين وكريم. شكل كريم في شبابه واخد ملامح كتير قوي من بنين، عيونها نفس العيون، ملامحه نفس الملامح. وصوت الباب بيتفتح بقوة وقصي دخل وقف قدامهم. قصي بيه، ايه اللي جابك دلوقتي؟ قصي تجاهله وعيونه ثابتة على سناء. انا مين؟ انت اللي عارفة كل حاجة. انا مين؟ انت حفيدي، انت ابن بنتي، ابن بنين وكريم. اللي بتقولي ده يا ماما؟ سناء بتعيط وبتشد على هدوم قصي. انا كنت حاسة نفس كريم ونفس عيون بنين، ضحكتها وحركتها. انت هو حفيدي. وحضنته. حفيدك؟ قصي متجمد مكانه وهي حضناه وبتعيط. قال قصي بصوت بيرتعش، أم مين أبويا؟ حصل إيه؟ قولولي وليه بعتوني؟ خالد بحزن وبيحاول يهدي مامته. ماما هدي علشان نعرف نقوله. أمك بنين بنتي، أبوك كريم وباباك كريم، الاتنين ماتوا يا حبيبي، ماتوا عشان جدك رفضهم ورفض يجوزهم عشان كان فقير. طب وانا؟ ولما هما ما اتجوزوش انا ازاي جيت؟ انا ابن حرام؟ لا، ما كانش جواز شرعي قدام الكل، كانوا متجوزين عارفي. يعني ايه؟ يعني انا ابن حرام فعلا؟ سناء وخالد الاتنين بصوا له بألم وحزن. وفي اللحظة دي سلمى كانت واقفة على باب الصالون وسمعت بصدمة. سلمى لنفسها، قصي ابن عمته بنين ابن حرام. قصي انهار وبدأ يزعق، أنا ابن حرام، ومسك راسه بقوة. وهم ربوني وانت رمتوني، أنا شايل اسمي مش اسمي وأهلي مش أهلي. وبص لسناء بدموع، أنا بكرهكم كلكم. ومشي ناحية الباب زي المجنون. وفجأة عند الباب لقى حسن وسهى واقفين جوه وهم خايفين قوي. سهى جريت عليه وهي بتمسك وشه بقوة. لا يا حبيبي، انت مش ابن حرام والله، لا، بعيد عني، انتوا كلكم كدابين. لا عيشتوني في كدبة طول السنين دي. اسمعها يا ابني، ابوك كان متجوز امك فعلا، بس الظروف هي اللي عملت كده. ابو بنين كان رفض، لذلك اتجوزوا في السر. كريم حب بنين بجد وكان شاريها، هو اتجوزها عرفي بس عشان كان خايف تكل غيره، خايف يتظلموا ويفترقوا. واحنا اخدناك عشان نحميك من العار ده، عشان ما تترفضش زي ابوك. قصي بدموع، ماما ماتت ولا هربت؟ اكيد هربت، ماتت.
ماتت وهي بتقول لك يا قصي. قصي خرج بسرعة من الفيلا وسلمى جريت وراه بسرعة، وكان بيجري زي المجنون لحد لما وقع على الأرض تحت الشجرة وهو حاطط وشه بين إيده وبيبكي زي الطفل. أنا إيه؟ أنا مين أصلا؟ كدابين كدابين. أمي ماتت عشان رفضوه، يبقى أنا موجود إزاي؟ أنا مين؟ وفي اللحظة دي وصلت سلمى وقلبها بيتقطع. قصي أنت بتعمل إيه؟ قوم. قصي بصلها بدموع. انتي كمان كدبت عليا، انتي بنت خالي، كل حاجة في حياتي كانت غلطة، انا ابن حرام. سلمى هزت راسها بنفي وقربت منه وهي بتحتويه بقوة. لا يا قصي، انت مش ابن حرام، انت ابن عمتي بنين كانت بتحب ابوك لدرجة الموت، وده ما كانش حب عادي، ده عشق، انا عارفة كل حاجة من جدتي. سلمى حضنت راسه وهو سند على كتفها. اسمعني كويس، انت دلوقتي شايف الموت، بس انت الحياة، انت دليل ان الحب ده كان حقيقي، كان قوي، انت مش وصمة عار، انت الانتصار بتاعهم. كل السنين دي كدب. بابا حسن وماما سهى كدبوا عليا، كدبوا عليك عشان يحموك، عشان ما تبقاش زي ابوك كريم اللي اترفض عشان مش معاه فلوس، عشان يعيشوك راجل زي ما انت دلوقتي ضابط وراجل اعمال وليك اسمك. هما كانوا بيحبوك وكانوا بيحبوا امك وحبوك زي ابنهم. سلمى بتحاول تديله القوة. الحياة قصية مش بتدينا كل حاجة، هي كتير بتدينا القساوة عشان تعرفنا قد ايه احنا اقوياء. قصي بعد عنها وبصلها. عايزين اعمل ايه يا سلمى؟ مسحت دموعه وقالت عايزاك تعرف الحقيقة كاملة عشان مفيش حد يكذب عليك تاني. انت مش ابن حرام، انت ابن العشق. عيون قصي لمعت بالدموع وفجأة جت سهى وشافتها من بعيد وجريت ناحيتهم. سهى بدموع وهي بتقعد على ركبتها. قصي يا ابني أرجوك ما تعملش فينا كده. قصي بصلها بصمت مؤلم. أنا عارفة إن إحنا كدبنا، عارفة إنك موجوع، بس لازم تعرف الحقيقة كاملة. أنا ما كنتش بخلف يا قصي، أنا محرومة من نعمة الأمومة. اتحول صوتها لبكاء. أنت مش ابني، مش ابني اللي أنا ولدته، أنت ابني اللي أنا اخترته واللي ربنا بعتهولي وعوضني بيه عن الخلفة. أنت رجعتلي الروح تاني يا قصي بعد ما كانت راحت مني. أنت روحي، ابني اللي ربيته، أرجوك ما تتعبنيش وتبعد عني، أنا من غيرك أموت. سلمى قربت من صواب حنان. هي صدقة يا قصي، أنا شفتها هي وعمو حسن منهارين علشانك وعشان خايفين عليك من كلام الناس. عمو حسن ضحى بسمعته عشان ما يبقاش في شهادة ميلادك أي غلط. هما مش بس اللي ربوك، هما اشتروا كرامتك بأغلى ما عندهم. قصي بص لسوها بدموع وحاسة قد ايه هما ضحوا علشانه. يعني كل الحب ده ما كانش كده أبدا يا روح ماما، الحب ده كان حقيقي، أنا حبيتك أكتر من نفسي. دلوقتي عندك عيلتين بيحبوك، العيلة اللي ربتك والعيلة اللي ولدتك، ودي قوة مش ضعف، انت كده محظوظ بجد. حد يطول يبقى عنده عيلتين يحبوه. قصي قام ببطء وشد ساعة وضمها. سامحيني يا ماما، أنا آسف عشان خليت دموعك تنزل كده. حضنته سوا وهي بتعيط. سامحتك يا روح قلب أمك. سلمى بصت للمشهد بحنان وبعد شوية دخل قصي الصالون مع سهى وسلمى وسناء وخالد وحسن. كانوا لسه واقفين والقلق والخوف محفور على وشوشهم. سناء لما شافت قصي سليم جريت عليه حضنته. يا ضنايا يا حبيبي يا ابن الغالية، بعد موت جدك دورت عليك والله ما لقيناكش، قعدنا 20 سنة قلبين عليك الدنيا. قصي حضنها بدفئة. اللي حصل يا تيتا خلاص. ثانوية بتتفحص وشه. دلوقتي حفيت قالت لعزايزي انت خلاص رجعت لنا. خالد قرب من قصي وضمه بحرارة. اهلا بيك، اهلا في بيتك يا قصي، شرفتنا يا ابن اختي. الشرف ليا يا خالو، انا مش جاي بس عشان ارجع لعيلتي، انا جاي عشان اعمل اهم حاجة لازم تتعمل. الكل بصله باهتمام وقصي بص لسلمى. انا طالب ايد سلمى بنت خاله. ايه، عاوز تتجوز بنت خالك؟ نعم. انت بتقول ايه يا قصي؟ سهى ضحكت بخفة لانها عارفة جنان ابنها. يا ابني استنى شوية، انا عاوز اتجوز سلمى المجنونة. ايه رايك يا خالو دي بنتك؟ انا مجنونة يا طور يا دبور انت؟ بص لها بابتسامة وخبز. بس جنانك ده هو اللي هينسيني كل الاكاذيب دي. خالد قام من مكانه. ما ينفعش، انتوا لسه اصلا متعرفين جديد. قصي بصله بثبات. احنا عارفين بعض كويس قوي يا خالو، انا الوحيد اللي اكلتها كيك وكان فيه ملين، وهي الوحيدة اللي كسرت لي العربية عشان بورس الحب بتاعنا ده، الحب بتاعنا اللي كان فريد من نوعه.
هوافق بس بشرط يا قصي بيه. إيه هو يا ستي؟ الكريب عليك انت كل يوم. خالد وسناء ضحكوا قوي، واخيرا اتلم شمل العيله بطريقه جنونيه. وانا موافق يا سمكه، وربنا يستر عليا من الاختيار ده. طب مش موافقه وشوف لك سمكه غيري بقى، مش بمزاجك يا بطتي. وضحكوا كلهم واتجوزوا سلمى وقصي في فرح اسطوري، وكانت كل العيله متجمعه واخدوا صوره مع بعض، صوره جميله جدا كلها حب ودفى افتقدته العيلة من زمان. لكن قصي وسلمى قدروا انهم يرجعوا كل ده بحبهم وجنانهم وتفاهمهم. ولحد هنا اقدر اقول ذا اند، وتكون خلصت قصتنا يا حبايب قلبي. حابة اعرف رأيكم فيها، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل قصة جديدة بنقدمها. ولا تنسوني من صالح دعائكم. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته. مع السلامة.